أسر الرئيس المشتركة لمكتب إعلام مجلس سوريا الديمقراطية. حقيقة اليوم نحن حاضرون في هذا الملتقى الذي يضم أكثر من 500 امرأة من كافة المكونات السورية، سواء من مناطق شمال وشرق سوريا أو من المحافظات السورية، الساحل، السويداء، حمص، حماة ودمشق، حتى نعبر عن موقفنا في أو وجودنا، أهمية وجودنا في سوريا المستقبل. حقيقة خلال 54 عاما من ظلم، الاضطهاد، الاستبداد، السلطوية من قبل النظام البعثي، عانت النساء السوريات من هذا الظلم كثيرا، حيث ليس كان موجود أي حق يضمن حقوقهم. على العكس، القانون السوري أو قانون الأحوال الشخصية ظلم المرأة أكثر فأكثر. بالأزمة السورية عانت المرأة من القتل، الاغتصاب، التجاوزات، التهميش، التنكيل، خاصة بمناطق الاحتلال التركي. المرأة كانت دائما تعاني. حتى الآن يعني نرى أن المرأة لا تستطيع الخروج ولا تستطيع أن تعبر عن رأيها. حتى وقت كان النظام السوري البعثي، المرأة ما كانت تستطيع أن تعبر عن رأيها، أن تكون في مراكز صنع القرار، أن تكون مشاركة في العملية السياسية، حتى وإن كان موجود كان فقط تمثيلي. اليوم بعد سقوط النظام السوري يجب أن يكون في سوريا المستقبل وجود للمرأة السورية. اليوم المرأة السورية، خاصة نساء مناطق شمال وشرق سوريا، هم المثال الأكبر لسوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية. اليوم نحن لدينا جيش من النساء السوريات من الكرد والعرب والسريان والتركمان والآشور ليحمون النساء في كافة المناطق السورية. اليوم نحن لدينا منظمات كمؤتمر ستار، كاتحاد نساء الزنوبية وإلى آخره، يحمون حقوق المرأة ويطالبون بحقوقها. على هذا الأساس نحن اليوم مجتمعون حتى نعبر عن رأينا، نعبر عن موقفنا اتجاه المرأة السورية، وننادي بالصوت العالي. اليوم المرأة السورية لها حق في الدستور السوري، يجب أن يكون للمرأة السورية حق في العملية السياسية، في حق في أن تكون في مراكز صنع القرار، حق أن تنتخب، حق أن تعبر عن رأيها بكل حرية والديمقراطية عدا السنوات التي عانت منها من الظلم والاستبداد.